الجزائر ترحب بعودة العلاقات مع فرنسا. الرئيس الجزائري هو من يرحب شخصيا. هادشي راه يلاه خرج دابا في جون افريك، واحد 4 السوايعري قال لك بانه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يرحب بعودة العلاقات مع ماما فرنسا، ويرحب بعودة السفير الفرنسي ستيفان روماتي الى الجزائر، علما بانه سفير ستيفان روماتي هو اللي كان مشى منه راسو في 2024 هز حوايج وزاد. لما كانت فرنسا اعترفت بمغربيه الصحراء، الجزائر كانت تقلقات غضبات، فاش كان دار السفير ديك الساعه هز حويجاته وزاد. ولما جا كيف ما تكتب في جون افريك، لما جا الوزير ديال الداخليه واحد 3 سيمين هذه ما كملاش 2 سيمين هذه للجزائر، فالرئيس الجزائري قال له مرحبا بداك السفير، قول له يرجع، علما بانه داك السفير هو نيت نفسه ستيفان روماتي اللي خرج في انكيت سبيسيال وما خلى ما قال على الجزائر. كم انت كبيره يا الجزائر، كم انت كبير يا فخامه الرئيس الجزائري. تخيل هنا كتاكد بانه راه صعيب تقطع الحبل السري ما بين الام وابن ديالها. فرنسا وما ادراك فرنسا اللي جلست 132 سنه، فرنسا اللي مازال اليوم عندها الذاكره الجزائريه وعندها الجماجم الجزائريه وكاينه في المتاحف ديال باريس، وفرنسا اللي عندها اليوم دارت التجارب النوويه والكيماويه، وكيف ما قال الرئيس الجزائري مازال ما نقطش الناموس، واللي بالمناسبه الجزائر هي اللي دارت القانون وقالت لفرنسا بلا ما تعتذري. فاليوم الجزائر هي من تطلب من فرنسا اعاده العلاقات. يا ربي شفت حتى عييت في الانبطاح، شفت حتى عييت في الذل. عمرني ما شفت بحال هذا. انت تكون دابا انت اللي كتقول لهم مرحبا بكم، وياك السفير الفرنسي هو اللي هز حوايجو وزاد، ياك هو اللي ما كتبقى باغي يجلس، ياك عامين هو مشي في البوست ديالو ملي تعين في 2023 وكان ضرب ما كاملش عام. عطى الوراق ديال الاعتماد ديالو للتبون وزاد في حاله صافي مباشره هز حوايجو وهو اللي مشى. دابا قال لك البريزيدون تبون كيقول له فوزيت لا بيانفوني. اش نقول لك، كاين شي اكثر من هذا، ولكن كيما قلت لك راه صعيب اليوم انك تقطع واحد العلاقات مع واحد البلاد اللي جلست عندك 132 سنه وهي اللي اساتك اصلا، هي اللي دارتك. صعيب اليوم انت اليوم راك درتي في بلادك قانون اللي قلتي فيه انت اللي عدلتيه، وكتقول لفرنسا بلا ما تطلب الاعتذار، وفرنسا بلا ما دير تعطي التعويض، وانت اليوم نيت كتخرج تقول لفرنسا تجي هذه. زعما مازال شي كنت اتصل ايمانويل ماكرون نقول حقا ماكرون هو اللي بغى يربط العلاقات، كنت اتصل شي مسؤول فرنساوي. دابا راه المسؤول الجزائري الاول هو اللي كيقول له إلي لا بيانفونو. هادشي اللي بغيت نتاكد منه اخوتي. دخل جون افريك ديال اليوم يلاه تكتب هادشي ويقول لك عاوتاني ما كاش منها وراكم عارفين فهمتي، وغادي يرجع السفير ديال الجزائر غيرجع لباريس بلا بدون اي اعتذار، والعلاقه غادا تبقى كما هي، لانه كما قلت لكم صعب انك تقطع العلاقات مع الام ديالك. الصعب ما كاين، كيف ما بغات تكون كتبقى الام ديالك. وراه قالها شي واحد كبير عندهم الله يرحمه، قال لهم فرنسا هي امنا، لا حول ولا قوه الا بالله.